في 60 يوم بس تعالوا اعرفكم ازاي قدرنا نحول براند زي رياض الصالحين كان ضعيف خالص على السوشيال ميديا لواحد من اقوى براندات الزي الاسلامي تسويقيا على السوشيال ميديا. كمان هوضح لك في كام خطوه بسيطه ازاي قدرنا نزود مبيعاته ل10 اضعاف. بعد ما شرفنا الشيخ امير في مقر شركتنا واخدنا منه كل تفاصيل مجال واحتياجاته وسالناه عن اهدافه وحددنا معاه نقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات الممكنه، وباستغلال نقاط قوته والفرص اللي موجوده قدرنا نبني معاه خطه تسويقيه باستراتيجيات مبتكره على السوشيال ميديا، بس بشرط انها تضمن له تفاعل ومبيعات وزياده في عدد المتابعين وزوار الصفحه بتاعته. وده طبعا ما كانش هيحصل الا بمشاركه مونتير شاطر وجرافيك ديزاينر على مستوى عالي ومصور محترف. ده غير طبعا ادارتنا للحملات الاعلانيه وتحسينها والاستهداف التفصيلي المناسب للعميل الصح اللي فعلا فرق في مبيعات براند زي رياض الصالحين. ومن خلال متابعتنا المستمره للمشاكل وللتهديدات ولنقاط الضعف قدرنا نحول كل العيوب دي لمميزات نبني عليها براند قوي مسمع في السوق على مستوى صعيد مصر. والنتائج كانت مبشره جدا، وقدرنا خلال اول شهرين نعدي 1.5 مليون مشاهده على السوشيال ميديا. ده غير طبعا زياده عدد المتابعين والزوار للفرع الرئيسي في مكانه او للصفحه الشخصيه بتاعتهم. ومن خلال التقارير الشهريه اللي بنطلبها من المحاسب الخاص ببراند زي رياض الصالحين قدرنا نعرف مدى تاثيرنا كشركه تسويق في زياده المبيعات للبراند ده. وبصراحه كان كل تركيزنا على فرصه واحده بس. السوق الاسلامي كبير جدا، وقلنا من النهارده لازم يبقى هدفنا اي حد بيفكر يشتري زي اسلامي او اكسسوار او هدايا حج وعمره رياض الصالحين يبقى اختياره الاول. ودي كانت واحده من انجح الكيس ستادي اللي بنفتخر بيها، وما تنسوش تسوقوا بمزاج.